بتستخدم تليفون سامسونج وبتبقى عايز تعمل عليه اكتر من حاجه في نفس الوقت؟ ثانية واحدة بس نفهم. اتفرج على الفيديو ده. لو عايز تعمل سبليت سكرين او شاشه مقسومه على تليفونك السامسونج بشكل جديد وسريع، فكل اللي انت هتعمله انك هتدوس هنا وتشوف ايه التطبيقات اللي مفتوحه عندك. انا مثلا مفتوح عندي هنا الكروم اهو، وفي سيرش على كريستيانو حتى. بتدوس تاني هنا وبعد كده بتدوس هنا دوسه طويله، فبيعمل سبليت سكرين او بيقسم الشاشه نصين. هنا مثلا اكتر تطبيق انا بستخدمه فوق وهو الاعدادات او السيتنجز. بخش مثلا على الاعدادات وهنا بتفرج وبعمل سيرش زي ما انا عايز. ركز معايا، طالما الزرقاء اللي هنا دي الحته الصغيره هي اللي منوره، يبقى انت دلوقتي معلم على الجزئيه اللي تحت. وفوق طبعا لما بتعلم عليها الازرق اللي فوق هو اللي بينور والازرق اللي تحت بيطفي. مش ده اللي احنا هنستخدمه، احنا هندوس على الثلاث نقط اللي في النص بالظبط. شايفهم في ثلاث نقط في نص ما بين الشاشه دي والشاشه دي. لما بتدوس عليهم بيظهر لك سهم لفوق وسهم لتحت ونجمه. السهم لفوق وسهم لتحت طبعا هو بيعكسهم، بيوديهم من فوق لتحت والعكس. ولما بتدوس على النجمه دي بيظهر لك اختيارين: الشاشه الرئيسيه اللي هي هوم سكرين لو انت عامل تليفونك بالانجليزي، واختيار تاني اللي هو الابس ايدج. لو اخترت الشاشه الرئيسيه ودوست عليها كده بيقول لك تمت اضافه زوج من التطبيقات، يعني اتعمل شورت كات من الاثنين دول مع بعض على الشاشه بتاعتك بره. فلما تخرج بره بتلاقيهم موجودين بنفس الطريقه. فممكن تعمل سيرش على حاجه معينه وتبقى بتستخدم السيتنجز، وكل مره بتدوس هنا بيظهر لك الشورت كات بالطريقه اللي انت شايفها قدامك دي. وممكن مثلا تبقى عامل سيرش على حاجه معينه ومش عايز تضيعها، فتسيبها هنا في الكروم وتسيبها هنا في السيتنجز. وطبعا تقدر تغير زي ما انت عايز في التطبيقات وتسيبهم بره موجودين هنا معمول لهم شورت كات، تقدر تدوس عليه وتوصل له في اي وقت. وطبعا الموضوع سهل، لو عايز تمسحه بتدوس عليه دوسه طويله وتعمل ديليت او ازاله. وانا تامر، وفي الاخر ما تنساش تعمل سيف للفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.